تشابهت ردود أفعال الإعلاميين الجزائريين المتميزين تجاه العقوبات التي فرضت على منتخب السنغال، وكذلك عقوبات الجامعة المغربية. فعلق الإعلامي المتميز عادل حداد بأن الزريبة الإفريقية للفساد تختار توقيتا غريبا لإصدار العقوبات الخاصة بالنهائي الإفريقي، وذلك على الساعة 2 صباحا، لتصطدم الجماهير المغربية وتؤكد تتويج السنغال. وفيما يلي مجموع العقوبات تغرم الاتحاد السنغالي مبلغ 300 ألف دولار بسبب السلوك غير اللائق لجماهيره والإساءة لسمعة اللعبة. تغريم الاتحاد السنغالي مبلغ 300 ألف دولار بسبب السلوك غير الرياضي للاعبين والطاقم الفني. تغريم الاتحاد السنغالي مبلغ 15 ألف دولار بسبب سوء سلوك المنتخب ب5 إنذارات. أما عن عقوبات الجامعة المغربية، فإيقاف أشرف حكيمي لمباراة رسمية تابعة للكاف مع مباراة أخرى موقوفة التنفيذ لمدة سنة بسبب السلوك غير الرياضي. إيقاف إسماعيل صباري لثلاث مباريات رسمية تابعة للكاف بسبب السلوك غير الرياضي. تغريم ذات اللاعب بمبلغ 100 ألف دولار. تغريم الجامعة الملكية المغربية مبلغ 200 ألف دولار بسبب السلوك غير اللائق لجامعي الكرات خلال النهائي. تغريم الجامعة الملكية المغربية مبلغ 100 ألف دولار بسبب اقتحام اللاعبين والطاقم الفني لمنطقة تقنية الفار وعرقلة عمل الحكم. تغريم الجامعة الملكية المغربية مبلغ 15 ألف دولار بسبب استخدام الجماهير لأشعة الليزر. أما حفيظ دراجي فقال: تمخض الجبل فولد فأرا، وأخيرا انتهى أطول نهائي في تاريخ كأس إفريقيا، نهائي لم ينتهي بصافرة الحكم بل امتد إلى ما بعد الملعب في الاستوديوهات والصحف ومنصات التواصل الاجتماعي، ثم إلى دهاليز الكونفدرالية الإفريقية التي أصدرت على 2 صباحا إجراءات تأديبية طالت المدرب السنغالي بابتياو ولاعبه إسماعيل عصار واللاعبين المغربيين أشرف حكيمي وإسماعيل الصباري، إضافة إلى غرامات مالية على الاتحادين السنغالي والمغربي تجاوزت $1,000,000، منها 715 ألف دولار على الجانب السنغالي و315 ألف على الجانب المغربي. الاتحاد الإفريقي حاول إنقاذ ما تبقى من سمعته، لكن السؤال الجوهري: هل نجح فعلا أم زاد المشهد شكوكا وتعقيدا؟ ومتى سيهنئ الاتحاد الإفريقي المنتخب السنغالي بتتويجه القاري كما جرت العادة؟ إنه نهائي انتهى على الورق، لكنه ما زال مفتوحا في الذاكرة وفي الأسئلة التي لم تجد جوابا بعد. مبروك للسنغال وحظا أوفرا للمغرب. هكذا كانت كلمات حفيظ.